عمرك ركزت في الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك لما تغلط؟ غالبا بتكون أقسى بكتير من أي حد تاني ممكن يكلمك. لو عندك واحد صاحبك بيكلمك بنفس الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك، يا فاشل، يا غبي، انت دايما بتعك، كنت هتكمل معاه؟ أكيد لأ. طيب ليه قابل تعيش مع عدو جوه عقلك 24 ساعة؟ حب الذات بيبدأ من الوعي بالصوت الداخلي. انت مش افكارك، انت اللي بتسمع الافكار دي. وعشان تغير حياتك لازم تغير النبرة اللي بتكلم بيها روحك. تعال نعمل تمرين اعادة التسمية. النهاردة كل ما تمسك نفسك بتشتمها بتجلدها، وقف الكلمة فورا وقول أنا لسه بتعلم، والمرة الجاية هكون أحسن. الجلد بالرحمة، وشوف النتيجة على نفسيتك وعلى نفسك. اكتب في الكومنتات صفة حلوة فيك انت عارف انها موجودة بس بقالك كتير ما قلتهاش لنفسك. يومك سعيد.